ازيكم يا شباب؟ معاكم حلقه جديده مع ايسي تيوب جيمنج. النهارده شباب هنتكلم عن موضوع مهم وهيكون جد حبتين، فاتمنى منك تتفرج على الفيديو ده لحد الاخر علشان نجاوب على كل الاسئله اللي ان شاء الله انتوا سالتوها لي. واول سؤال زي ما مكتوب في العنوان، انت ليه ما بقتش تنزل فيديوهين زي زمان؟ فانا شباب هجاوب على السؤال ده، بس الاول يا ريت تشتركوا في قناتي الجديده. انا عملت قناه جديده اتمنى منكم تشتركوا فيها، هتلاقوا رابط القناه في الوصف بتاع الفيديو او هتلاقوها موجوده في اخر الفيديو، يعني يا ده يا ده. فان شاء الله تلاقيها وتبدا تشترك فيها وتبدا بقى تتعبني يا غالي، علشان ان شاء الله هنبدا نعمل فيها شغل كويس. وطبعا دي هتكون من ضمن الرد على السؤال الاول، يعني السؤال الاول ده هيكون ليه اجابه ليه انا فتحت قناه جديده، يعني ده هيكون اجابه لسبب فتح قناه جديده. باختصار ليه ما بقتش انزل فيديوهين زي زمان؟ طبعا يا شباب انتوا زي ما انتوا عارفين، لما يكون كل واحد مثلا عنده بيذاكر علشان يخش الامتحان ويبدا يجيب مجموع وينجح والحاجات دي، فبيجتهد على قد ما يقدر وبيخش الامتحان بيجيب المجموع زي ما حسب مذاكرته حسب اجتهاده. انا شباب اللي بيحصل معايا بالعكس خالص، كل ما الواحد يحاول يجتهد على قد ما يقدر في القناه بيبص يلاقي العكس بيحصل، بيلاقي القناه مثلا الاشتراكات تقل، يلاقي المشاهدات تقل، فحاجه غريبه. وبحاول على قد ما اقدر العب لعب كويس، يعني تقدروا تسالوا الشباب اللي بنلعب معاهم، والله بنلعب فتره كبيره جدا عشان ينزل لكم فيديو حوالي 20 دقيقه ولا 10 دقايق يكون فيه لعب كويس. يعني انت هتلاقي واحد بيلعب بشكل كويس ويعني يعتبر تحت المحترف، يعني مستوانا داخلين نبسطكم وفي نفس الوقت بنلاقي النتيجه يعني مش كويسه، يعني النتيجه مش كويسه. فده شباب اللي مخليني موقف ما ارفعش فيديوهين، لان القناه بتمشي عندي بالعكس. يعني المفروض انا مش بحبط من اللي انا بعمله، يعني مش بحبط عشان مفيش مشاهدات مفيش اشتراكات، لا والله انا كنت البدايه كانت اسوأ من كده، فانا دلوقتي اعتبر كويس احسن كتير. بس الفكره ان انا بحب لما اجي اجتهد او انا اتعب على قد ما اقدر الاقي فيه نتيجه، يعني مفيش نتيجه مهما اعمل مفيش نتيجه. فدلوقتي شباب باختصار انا اللي عملته في الفتره دي، انا جيت بعت رساله لليوتيوب قلت لهم على المشاكل اللي موجوده في القناه. وعلى فكره كان في حاجه مهمه جدا حصلت معايا، او حصلت مع ناس كتير وبالذات من مصر. لما تيجي تخش على اليوتيوب، انا دلوقتي هتبدا تظهر لكم حاجه هوضح اللي انا قصده. لو انت دخلت اللي انا اقصده قصدي، لو انت دخلت على اليوتيوب في الصفحه الرئيسيه في قسم الجيمنج هتلاقي في حاجه غريبه قوي، اللي هتلاقي اللي معظم الناس اللي قناتهم بتظهر هم اجانب بس، ما بيظهرش عرب خالص. طبعا رسلت اليوتيوب وفهمتهم المشكله اللي موجوده عندنا، يعني موجوده عندنا بالذات في مصر، بس في بعض الدول العربيه مش موجوده. بداوا فعلا يعني يتفاعلوا مع الكلام وبداوا الحمد لله يحسنوا الموضوع ده ويبداوا يشيلوا القنوات الاجنبيه ويحطوا عربيه على قد ما يقدروا. فالحمد لله زي ما انتم شايفين في قنوات عربيه الحمد لله ظاهره، فدي حاجه كويسه، وانا الحمد لله ظهرت من ضمنهم، وفي اخواتنا كتير ظهروا زي ما انتم شايفين، فحاجه ممتازه هم بداوا يعني يستجابوا للكلام. الحاجه الثانيه شباب انا كلمتهم بخصوص القناه اللي في من كلامكم انتم قلت لي لما تيجي تنزل فيديو ما بيجيلناش تنبيهات، او اللي انت نزلت فيديو اساسا زي ما هتشوفوا التعليق ده الراجل ده كاتب لي اللي ما بيظهرلوش، يعني ما بيظهرلوش شباب، يعني اما اجي انزل فيديو ما بيجيلوش اي تنبيه اللي فيه فيديو نزل. فاتمنى منكم شباب اللي فعلا ما بيجيلوش اي تنبيهات يا ريت تكتب لي الفيديو اللي ما ظهرش ليك التنبيه ليه، يعني مثلا اسم الفيديو اللي انت دخلته ما جالكش تنبيه بس انت دخلت انت كده بالحظ ولقيته ظهر قدامك، وانا همسك الحاجات دي هبعتها لليوتيوب، لان هم قالوا لي يا ريت تبعت لنا الفيديوهات اللي ما كانتش بتوصل للناس او ما كانتش بتوصل للناس التنبيهات عشان نبدا نحل المشكله في القناه. فباختصار يا شباب على فكره اليوتيوب والله في مشكله، بس هم مش عايزين يقولوا اللي فيه مشكله. فكان الحل اللي انا شايفه قدامي دلوقتي اللي افتح قناه جديده، وانا هثبت لك 100% ان اليوتيوب فيه مشكله كبيره جدا بس هو مش عايز يقول. هتشوفوا القناه دي قدامكم، الولد ده انا مش هجيب اي قناه تانية هشغلنا في الاجانب، الولد ده هتلاقي في حاجه غريبه، يعني جايب شوف عنده كام مشترك، جاب في خلال اسبوعين بس حوالي 84 الف مشترك، وجاب 32 مليون مشاهده في اسبوعين ولا في اسبوع. ليه يا ابني انت وتشوف فيديوهاته اقسم بالله زباله زباله يا راجل ولا محترم، نب ده انا جنبه اسطوري خشوا انتوا احكموا بنفسكم، مش هنزل اي حاجه بخصوصه لان ما يدينيش كوبي رايت، فانتوا خشوا شوفوا قناته زباله والله يا جدعان انا مستغرب. فالفكره في ايه؟ ان اليوتيوب بيساعد ناس زي دي تكبر بطريقه غريبه، واللي انا اكتشفته من ضمن الحاجات اللي هقول لكم عليها قبل ما اتكلم عليها دلوقتي بالنسبه للقناه بتاعت الراجل ده بالذات هتلاقيه مركز مثلا على لعبه واحده
وهتيجي في ناس منكم هتقول لي على فكره ده هاكر ومش هاكر. لا يا شباب، ده مش هاكر. لو هاكر كان زمان اليوتيوب قفل قناته، بس المشكله هي مستمره والراجل بارد قاعد، فكده مفيش مشكله على فكره في الولا. يعني الولا مش هاكر، هو قناته بتكبر بطريقه مش طبيعيه. ولو انت لاحظت هتلاقيه مركز على محتوى واحد. فاليوتيوب دلوقتي برضو من ضمن الرساله اللي هو رد عليا فيها، يعني كأنه بيستعبط، بيقول لي من اخر كده يا ولا اللي القنوات اللي بتنزل فيديوهات منوعه لا خلاص كله صان. طيب احنا دلوقتي هنبدا ندعم القنوات، بيقول لي عشان الالجوريزم او الالجوريزم بيقول لي اتغيرت بتاعه اليوتيوب، فاحنا هنبدا ندعم القنوات اللي على اساسه المشاهد بيتفرج عليها. يعني من الاخر خالص بيربطوا القنوات اللي هي بتنزل محتوى واحد ببعضها. فاهم قصدي ازاي؟ فانا شباب اضطريت افتح قناه جديده عشان اشوف الوضع ماشي ازاي. فاتمنى منكم تدعموني، وكده انتوا كده عرفتوا الرد اللي انا عايز اقوله او الحاجه اللي جوايا اللي عايز اقولها لكم. كده انا وضحتها لكم بشكل اكتر. فانا الحمد لله ولا عندي احباط ولا عندي اي حاجه. بس الفكره في ايه؟ ان انا ما كنتش بنزل فيديوهات كان بيجي لي اشتراكات اكتر وبيجي لي مشاهدات اكتر. يا حلاوه. طبعا يا شباب فدي حاجه تجن، يعني حاجه غريبه في اليوتيوب مش طبيعيه والله. فاتمنى منكم يا شباب زي ما قلت لكم في حاجتين مهمين يا ريت كلكم تعملوها. اللي ما بيجلهوش تنبيهات يكتب لي الفيديو، اسم الفيديو اللي انا كنت رافعه وما جالوش تنبيه. والحاجة التانية اتمنى منك تشترك في قناتي الجديدة، هتبقى برضو قناة جيمنج، هنزل فيها العاب، هنزل فيها بس هتكون يا شباب يعني القناة محددة، يعني هيكون اللي فيها محتوى يعني محتوى او محتويين انها تكون حاجات كده ايه محدودة. هتقول لي انا مثلا هتعمل فيها ايه؟ انا ممكن هيكون فيها لعب اساسية، يعني مثلا زي لعبة ماينكرافت، زي لعبة جاتا هتكون اساسية في القناة. احتمال انزل فيها كلاش رويال، بس خد بالك القناة مش هنزل فيها غير ماينكرافت، جاتا، ممكن كلاش رويال، ولعبه رابعه هتبقى سلاسل مش هتقف. هيبقى كل مره هنزل نفس الالعاب دي، يعني اما جاتا يا اما هنزل ماينكرافت، اليوم اللي بعده ماينكرافت جاتا وهكذا. والقناه الاساسيه اللي احنا فيها دي هتبقى قناه منوعه. والفكره من كده اللي عايزين نشوف الوضع بتاع اليوتيوب عامل ازاي، وفي نفس الوقت هنشوف الرد ان شاء الله او هنشوف الاجابه باختصار. فاتمنى منك تدعمني في القناه الجديده، وان شاء الله هيكون هنزل مثلا على القناه دي فيديو وعلى القناه الثانيه فيديو. يعني انت لو دخلت في القناه الاساسيه ما لقيتش فيديو، خش على القناه الجديده هتلاقي في فيديو جديد نزل وهكذا. وهيكون الميعاد ان شاء الله زي ميعادنا على طول الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره. حاسس انا قاعد في راديو دلوقتي. طبعا عشان ان شاء الله هيكون كل مره الساعه 3. وزي ما انتم عارفين ما بقدرش اعمل يا شباب بصوص، او هتلاقوني بتاخر شويتين بسبب النت. وفي نفس الوقت لو القناه الجديده حصل لها جنان، ساعات بيجي لها ممكن يجي لها كوبي رايت، يجي لها تخلف، لان اليوتيوب ده مش مضمون. فساعتها هنفتح قناه جديده. فخدوا بالكم من النقط دي، لان ممكن بعد كده بعد كل الوجع الدماغ ده تلاقي يجي لك كوبي رايت ولا حاجه من غير اي سبب يقفلوا لك القناه. فعشان هي قناه جديده بيبقوا مركزين قوي عليها، مش عارف انا. فطبعا عشان كده وقفت يعني كده وقفت كده وصلت لنهايه الفيديو. فاتمنى كده وضحت لك كل حاجه، ويا ريت تكون الرساله وصلت. واشوفكم المره الجايه مع فيديو جديد مع ايس تيوب جيمنج. يلا سلام، باي باي.